في دراسة بتقول إن الرجالة بتتعب نفسيا أكتر من وبسبب العوامل الخارجية اللي بيتعرض لها الرجالة مش بتتعرض لها الستات بقى. هي إيه هي؟ الشغل، الضغوطات عامة اللي هو بيبقى على طول في الشارع، فطبيعي بيواجه ضغوطات مثلا من اللي هو بيشوفه، فاهمة؟ ما عادي، ما هي في ستات بتشتغل، في ستات عندها ضغوطات في البيت. الستات اللي بتشتغل ده هتلاقي عندها ضغوطات نفسية، بس الأغلبية العظمى الستات ما مش شغالة. معنى أنتوا بتتعبوا أكتر من الستات. بنتعب نفسيا يعني، ما هو بسبب الضغوطات اللي احنا ما بنشوفها. هي كمان عندها ضغوطات. ما هو مش كلكم، في بنات عندها ضغوطات، بس البنات اللي هي شغاله، البنات اللي هي بتشوف حاجات كتير وبتتعامل مع الناس. بنات قاعدة في البيت ما بتشتغلش وعندها ضغوطات. ايه ده؟ ما في إيه؟ مذاكرة، مشاكل. اكيد اكتئاب بقى، المذاكره والسوشيال ميديا وان هم فاتحين على طول قاعدين على التليفون، الاكتئاب بقى اللي هو اللي بيشوفوه في حضرتك البيت. بتحاول تبرر إن الرجالة بتتعب أكتر من الستات، فإحنا طبيعي عندنا ده. مش ببرر، بس هو حرفيا ده السبب اللي انا من وجهه نظر. بقى من وجهه نظر يعني، مش فرضته بقى. إيه أكتر نصيحة جات لك بس كانت من شخص غلط؟ تاني معلش. أكتر نصيحة غلط اتنصحت؟ اكتر نصيحة غلط اتنصحت بيها اللي هو انت ريح، وهي مش سباق واهدى كده يعني، هي مش سباق بس هي عارفين هي سباق.